السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه متنوعه حره. ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه فضلا منكم وليس امرا. واليوم غادي ندخلوا في الموضوع ديال الداسره، والداسره اللي دخلت بالمتابعين ديالها وشرشماتهم، دخلت فيهم طول وعرض. ولكن كيقولوا ناس زمان، قالوا ناس زمان اخوتي اللي عرفنا عراتو ما تهمنا كساتو. الداسره البارح خرجت في لايف وكتقول واحد الكلام للمتابعين ديالها اللي هما اللي طلعوها، هما اللي كيتفرجوا لها في الفيديوهات ديالها من الاول حتى الاخر، هما اللي بيهم باش كتخلص في داك الشهر، بيهم باش كتخلص. طلعت كتصب عليهم بجوج اليدين، بهاد اليد وباليد الاخرى، وكتصب عليهم وقالت لهم سيروا ديروا كاكا حاشا المتابعين. سمعتوني؟ ما حشمت منهم ما حتى شي حاجه. علاش؟ حيت هي كينصحوها، تيقولوا ليها امضرا ولدك يبقى ولدك، قابلي ولدك، عندك ولدك، عندك هذه. ما بغاتش يقولوا لها نهائيا ديك النصيحه. وهاد النصيحه من عند المتتبعين ديالها اللي كيبغيوها وكيحنوا فيها وكيموتوا عليها. يعني كينصحوها على وديت ولدها. هذيك النصيحه قالت لهم سيروا زيدوها في راسكم. قالت لهم شتي انا جده وما كنبغيهاش تنصحني. جده ملي كتبقى تقول لي عندك ولدك، هزي ولدك، رضعي ولدك، ديري لولدك، تنقول لها جده ما تبقايش. قالت لك كتقول لجدتها ما تبقايش تنصحيني، بارك عليا. قالت لك زدتو فيه، هي راه عارفه ولدها اعتبرته صافي غير وكلو وبدلو ونعسو صافي. هادشي اللي كتعرف. ولا مرض دي واحد الطبيب قالت لكم ما كتعرفش يعني بانها تعطيه الحنان، تلعب معاه، تخرجوا ملي تكون خارجه وتخرجوا. لا صافي، ملي كتبغي تخرجوا كتخليه للمساعده او لا لمرت باها او لا لجداتها. صافي هي عندها الطفل، هي ولد وربي وكلو وبدلي له الحوايج وصافي. والنبي عليك السلام. ولا ما تكون باغا تخرج ولا شي حاجه تمشي عند جداها ولا عند مرت باها وتعطيها داك الولد. الداسره هي اصلا داسره وقليله الاداب، حتى مع باها اللي باها وما كتحترموش. بقى ليها يلاه المتابع ديالها اللي هو الولي ديال النعمه ديالتها، اللي بلا به كتسوى الصفر وهي اصلا الصفر. كيف ما شفنا ان امها بداك الموضوع اللي كان داز ديال شحال هادي بلا ما نعاودو نذكروه، راه خلات لها هي واحد البلاكه على ظهرها معلقه في ظهرها، تنزل ولا تطلع حتى هي ما تطلع، حتى تطلع وتنزل كتبقى لها ديك البلاكه في الظهر ديالها. وهي اصلا مشو هذيك السيده هذيك. كنشوفوا بان هذا المتابع ديالها اللي خايف عليها الصراحه الله هو اللي عطاها واحد الحجم ديالها، عطاها واحد الحجم كبير حتى كسرات صافي. يعني بغات هذاك المتابع ديالها تقول له الشراره، يعني تمشيو معايا كي درت الحاجه خايبه كي درت الحاجه زوينه. ونهار اللي تقولوا لي لا علاش درتي هكا اولا تنصحوني كما داروا معاها البارح في اللايف، راه ما نبغيكم ما نقبلكم، غادي نخرج فيكم طول وعرض. صافي تفرجوا فيا كيف ما انا. صافي انا ما كيهمني شنو غادي تقولوا لي، كيف بحال كتقول لهم. هي اصلا واحد النهار قالت لهم انا كاع ما كيهمني شنو غادي تقولوا لي، اولا بحال كانوا سولوها قالوا لا القرايه كملي قرايتك. قالت لهم باش تنفعني القرايه، اولا بحال هادو اللي غادي يقراو شنو غادي يتخرجوا. قالت لهم صافي انا هكا عاجبني حالي. قالت لهم انا القرايه ما كتخلياش للراس. يعني هنايا كتشجع تلامد اولا الطلبه اللي في العمر ديالها بانهم ما يقراوش. فين يشوفوها دايره السياره بحال دابا مخرجه السياره دوبل في وبدارها مفرشه وكتخرج فين ما بغات كتسافر، بحال اللي شفنا مشات لتركيا. يعني ملي يشوفوك يقول لك هو فعلا الناس علاش التلامذه علاش غنقراو. كنشوفوا الاباء مساكن بحال دابا هاد الايامات ديال صحاب الباك، الوالدين غاديين مع اولادهم من الصباح كيتسناو ديك الفرحه كيفاش يخرجوا وليداتهم، والتلامذ حتى لا تحبطوا ومن هاد الفيديوهات ديالها وما جابوش مزيان في الباك يقولوا صافي بلاش، صافي بحال تحطمهم تدخلهم واحد الكآبه في الدماغ ديالهم. يقولوا صافي حنا كلنا نتجهوا لليوتيوب، غادي نقراو على وديت الفلوس وصافي غادي نديروا هاد الفلوس من اليوتيوب تاعنا كما دايره الداسره. فهمتوني يا اخوتي خواتاتي؟ يعني هي قالت لك هي هضروا فيا، هي ضربوا فيا، انا ديروا فيا اللي بغيتي. المهم هو انها هي كيدخل لها واحد المبلغ شهريا، داك المبلغ اللي خيالي. صافي هادشي هو اللي كيهمها هي. شفت اخوتي في اللايف ملي جبدوا ليها الولد ديالها قالوا لها كيبقى ولا هذا، قالت لهم كيف اي دراري علاش واش هادشي مامنها؟ راه هي المتابع ديالها اللي كيبغيها، هو اللي كيتحاور معاها وكيسول على ولدها واش ما بغيتوش ولد فلانه يمرض، واش ما بغيتوش هذا يمرض، لا اي حاجه خاصكم تشدوا لي عليها. سمعتوني؟ وهي تخرج فيهم طول الارض، عطاتهم حاشاكم الصبع باليد الاخرى وباليد الاخرى وكملت لهم. قالت لهم حشمت انا نقول لك الكلمه، قالت لهم سيروا ديروا كاكا ماشي شغلكم فيا، داك ولدي وندير فيه اللي بغيت. على هادشي كامل
خرج حيت باه ما باغيهش يبقى يبان في السوشيال ميديا. كيقول لك انا ولدي ما يبانش نهائيا، هو ما باغيهش يبان صافي. تيقول لك انا ولدي بغيتو يعيش عادي، يلعب عادي، يضحك عادي، بركه. غير كيقول لك غير انا اللي خرجت هاني مشوه. تيقولوا راجل فلانه راجل فلانه هو هذاك هو هذاك. سمعتوا اخوتي؟ وهي تخرج في المتابعين ديالها، ولكن الصراحه يستاهلوا هما اي حاجه تيساندوها فيها، تيشجعوها عليها صافي. وهي داكشي اللي بغيتوني نكون معكم مزيانه، سيروا معايا. كي قلت الحاجه خايبه، كي قلت الحاجه زوينه، قولوا راها مزيانه. هي اخوتي خواتي راه ما كرهاتش داك الوليد، تبقى تبينو، تبقى في اي فيديو كما دايره مرت باها مع اختها الصغيره، تبقى تبينو يوميا. ها هو ولدي هذا، ها هو هذا، شريت له هذه، خرجت له هذه. راه ما كرهاتش هاد الفرصه. بحال دابا ملي مرض ليا راه ما كرهاتش تقول لك تخرجوا في فيديو دير عليه سلسله. ديتو للطبيب وحكى الطبيب اش قال لي وكذا 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 وكذا، عاود ديه للصيدليه، ها الورقه اللي عطاني الطبيب وحكى وهاد الدواء قال لي هذه علاش وعلاش نستعملوها، فوقتاش غادي نستعملو. ما كرهاتش داك الوليد، تبقى تلعب به هكايا نهائيا. ولكن هي طلع لها الدم حيت الطليق ديالها حاصرها وقال لها ما تبقيش بيني ليا ولدي نهائيا. هي ما كرهاتش داك الوليد، يديه باه كدير له بالعاني هكا وكتخرجوا ضد. كل ما هو تيقول لها ما تخرجيش هي كتخرجوا ضد، على اساس بانه كيبحال لي اجي دي ولدك. ولكن هي في المحكمه اللي عندهم دابا الجلسه نهار 4 في شهر 6، ما غاديش يعطيوها الولد للحضانه لباه نهائيا، غادي يبقى عندها هي. ولكن غادي يمنعوها من التصوير، ما غاديش تاخذوا، ما غاديش تبقى تصور به ولا تبينو نهائيا. شتي الطريف الصبع درجلو ما غاديش تبقى تبينو، ولكن غادي يبقى عندها هي، وغادي يبقى واحد فيها هي بغات تهنى حيت دابا دارت الطوموبيل خاصها تبقى تخرج كما سمعنا في الفيديوهات اللي قبال من شحال هذه، لان مرت باها خرجات كتضرب فيها كتقول لها انت. هي مرت باها اللي كتقول، هي اللي كانت عايشه معاها، كتقول بانك انت كتجي حتى للجوج الليل 3 الليل، وقالت لك الا فتي ل 11 غتسد عليك الباب، الا فتي ل 11 الليل غادي تسد عليك الباب وما تبقايش تدخلي، سيري شوفي لك فين تباتي. يعني هاد الداسره هذه بغات تعيش الحياه. وهاد الوليد هذا من ما كطلعش منه فيديوهات حاصرها الطريق ديالها صافي كيبحال لي تحاصرات ما بغاتش. يعني كيفاش انا هاد الدري غادي نتعب عليه، وهي قالتها البارح في اللايف ديالها، قالت انا هاد الدري كنتعذب عليه، كان هذا كتعذب عليه كما قالت. فهمتوني خوتي؟ يعني ما لقاتش داكشي اللي بغات، هذاك الشيء علاش تحاصرات. هي خاصها الدور والصيف دابا والطوموبيل جديده. حتى من اختها ملي شرات الطوموبيل هي شفنا حتى من اختها صافي دغيا حلات قناه بحال اللي حلات الهائنيه. لا حتى هي باغا دير قناه، ما باغاش هذيك تقرا نهائيا. حتى هي باغا تركب الضفرين، هي ركبات الشعر، شفنا الشعر مركباه. يعني ما كاينش اللي ينهي، ما كاينش. هاد العائله كامله عائله هي ديال الادسنس. كو كان الصراحه كان على هاد المتتبعين ديالها الغيورين عليها واللي كيبغيوها، ملي قالت لهم ديك الكلمه صبعات ليهم بجوج اليدين وقالت لهم سيروا ديروا كاكا وماشي شغلكم فيا، وديك النصيحه اللي تنصحوني انا سيروا نصحوها لراسكم. ديك الساعات كلشي ديزابوني من عندها وكلشي يخرج من عندها. ساعات هما اللي مطلعين لها الشان، هي عارفاهم ما غاديش يخرجوا من عندها. واخا ما عرف شنو غادي دير ليهم، راه شحال مره قالت ليهم هزوا ابوني ديالكم وسيروا عليا، وحتى واحد ما غادي يبغي يخرج من عندها نهائيا. هما ما عرفتش دوك المتابعين ديالها واش ما فيهم النفس عاجبهم هكاك تعايرهم ويبقاو معاها، الله اعلم. ياك شحال هادي ملي كان عندها المشكل مع امها خرجت في الفيديوهات وكتقول امي ما قابلتناش، امي كانت تخرج وتتخدم على راسها ودوك الفلوس كانت تجمعهم وكتشري بهم الديور وما كتمتعناش بان با هو اللي كان كيخدم عليهم وكيقابلهم في الدار ويطيب ليهم وخادم. يعني هي دازت من واحد التجربه، يعني كان خاصها هذيك التجربه اللي تحطات فيها شحال هادي مع الام ديالها، يعني دابا تكون عندها وتعطيها لولدها وتعطيه داك الحنان، تعطيه داك الحنان ما تخليهش نهائيا. بحال اللي مشى، بحال النهار اللي مشات لتركيا محيده ليه الرضاعه وغدا لتركيا والرضيع مازال ما كملش حتى 3 شهور. حشومه وعبوار، يعني فين هي الامومه فينا هي القده. نهار اللي مشات تشري السياره سبقات السياره، جاتها السياره احسن من ولدها، خلات ولدها فيه السخانه ومشات لكازا. يعني هنا وفي الاخر ملي خرج المتتبع ديالها كيهضر معاها في اللايف صبعات ليه. يعني اش تقول للمتتبع؟ اش ماشي شغلي فيكم، وكيف ما كتقولها في جميع الفيديوهات ماشي شغلكم فيا، كتقولها لكم ماشي شغلكم فيا. حيدوا ديك لي زابوني المتتبع اللي كيتابعها، حيدوا. ولا بغيتوا تدخلوا تفرجوا فيها سيروا راه كاينين الخوت كينزلوا الفيديوهات ديالهم، سيروا تفرجوا تمايا. هذاك الشيء اللي تشوفوه عندها شوفوه وتشوفوا لما تهبط لها المشاهده، وديك الساعه تشوفوها لما تردعات. ماشي بحال هكا نتوما كتفرجوا عندها وهي كتخرج تدخل فيكم طول العرض والفلوس طالعه عليها وكتمتع وبكل شيء، وفي الاخر تصب عليكم. راكم نتوما اللي تصرتوها المتتبعين ديالها. المهم خوتي خواتاتي، هو وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، وشكرا لكم على حسن المشاهده.